نرى الدول التي تتعرض لحالة صراعات سياسية أو عسكرية، وجدت بعض القوانين الدولية اللي تنظم حالات الإنسانية وضبط حياة وأمن المجتمعات المدنية الإنسانية في الدول التي تتعرض لصراعات. طبعا الكل يعلم لا زالت سوريا تعاني من قضية الصراعات منذ أكثر من 10 سنوات، واللي أصبحت عبارة عن صراع لأجندات متعددة ومصالح مختلفة، سواء من الدول الكبرى أو الدول الإقليمية، أو حتى انبثقت عنها أجندات داخلية وتعمل لصالح هذه الدول. طبعا بعد أزمة 10 سنوات، طبعا ومن ضمن القوانين الدول اللي تحيد قضية المعابر الدولية والمنافذ الإنسانية اللي يمر من خلالها المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية والحفاظ على حالة الأمن والسلم الأهلي في الدول اللي تتعرض لصراعات. من ضمن سوريا يوجد عدة منافذ معتمدة في سوريا كمعابر دولية، منها معبر رمثة، منها معبر اليعربية، ومنها معبر السلام باتجاه تركيا. من أهم المعابر اللي تعتبر حاليا أغلقت أمام الشعب السوري بشكل عام، وأمام الشعب في الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا بشكل خاص، معبر اليعربية. هذا المعبر يعتبر من أهم الشريان الحيوي اللي ينظم الحياة الاقتصادية والتجارية والدخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشمال السوري وإلى سوريا عموما. طبعا المعبر هذا وقع تحت سيطرة داعش بعام 2013. في نفس العام تم تحريره من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وبقي هذا المعبر إلى جانب معابر أخرى اعتمدت من قبل مجلس الأمن لمرور المساعدة الإنسانية. تم التصويت بشكل كامل من قبل كل أعضاء مجلس الأمن الدولي اللي عددها 15 عام 2014 باستمرار فتح هذه المعابر أمام الحالات الإنسانية والمساعدات الإنسانية والطبية لكل الشعب السوري. لكن بالآونة الأخيرة نتيجة تضارب المصالح الدولية نرى أن روسيا والصين استخدمت كورقة ضغط سياسة إغلاق المعابر أمام الشعب السوري بشكل عام وأمام شعب شمال شرق سوريا بشكل خاص. فتم التصويت باستخدام نقط حق الفيدو بإغلاق معبر رمثة وإغلاق معبر اليعربية، وتم التصويت على الموافقة على استمرارية معبر باب السلام أو ما يعرف بباب الهوى، وربما يطلق عليه عند الآخرين باب الذهب. طبعا هذا المعبر لا يكفي لاستمرارية الحياة وممر للحالات الإنسانية والمساعدات الطبية للشعب السوري لعدة أسباب. منها أول شيء هذا المعبر اللي يعتبر منفذ باتجاه تركيا، وتركيا هي جزء أساسي من أزمة الشعب السوري اللي كانت هي المعبر والمنفذ الأساسي لعبور داعش باتجاه مناطقنا، تدمير البنية التحتية ونهب المصانع والمعامل ورؤوس الأموال. بالإضافة حاليا جندت عدد كبير من المرتزقة اللي سيطرت على المناطق الحدودية في الشمال الغربي لسوريا باتجاه هذا المعبر، ويخلق تعقيدات أمام ممر الحالات الإنسانية. بالإضافة نرى أن هذه السياسة المتبعة تعرض أكثر من 5 مليون نسمة من الشعب السوري في الشمال شرق سوريا للمجاعة أو لسياسة التجويع والحصار أمام مرور المساعدات الطبية والإنسانية التي تعتمد وتصان من قبل القوانين الدولية. فنحن نناشد كل المجتمعات المدنية والعراسة مجلس الأمن اللي صوت ب9 أشهر على استمرارية دخول المساعدات بموافقة 15 عضو من قبل باب السلام باتجاه تركيا. نطالب هذا المجلس بإعادة سياسة فتح المعابر من جهة أمام كل الاتجاهات، سواء معبر رمثة أو معبر اليعربية، لاستمرارية تدفق الحالات الإنسانية والمساعدات الطبية واللوجستية إلى الشعب السوري بشكل عام. بالإضافة أن نطلب تحييد استمرار أو استغلال قضية المعابر وإغلاقها كورقة ضغط، لأنه يخلق حالة اختناق للشعب شمال شرق سوريا بشكل خاص، سواء من قبل باتجاه النظام واتجاه مرتزقة الأتراك في الشمال الغربي لسوريا. فنحن نطالب كل المجتمعات الدولية والمنظمات الإنسانية والقوانين وعلى رأس مجلس الأمن ونشط الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر بقرار مجلس الأمن الأخير بتحييد المعابر والممرات الإنسانية عن سياسة المصالح والأجندات الخارجية، ولا يكفي اعتماد باب السلام كممر إنساني للشمال السوري. نتمنى تحييد إغلاق المعابر من هذه السياسات وهذه الأجندات
والتجنب عن اعتماد سياسة الضغط بتجويع الشعوب وممارسة ضغط وحصار على شمال السوري. طبعا هذه السياسة ربما تقوض من إمكانياتنا بشكل عام، قواتنا قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها لا زالت تمارس ملاحقة فلول داعش في مختلف الأراضي السورية أو على الحدود العراقية السورية، لأن تضييق الحصار وعدم دخول المساعدات والدعم اللوجستي وخلق حالة ضغط باتجاه معبر باب السلام ربما يقوض أو يقلل من فرص نجاح هذه القوات بمتابعة مهمتها الأساسية بالقضاء على بقايا داعش في منطقتنا سواء في الشمال السوري أو البادية السورية. نتمنى مرة أخرى باسم كل المجتمعات الإنسانية بإعادة النظر بفتح المعابر أمام الحالات الإنسانية.